أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية. من إنتاج قناة إذاعتنا نقدم التمثيلية الإذاعية جنة مسمومة. تأليف محمد إسماعيل راغب. إخراج سارة محمد السيد. سلامتك، ألف سلامة يا شيرين. الله يسلمك يا حبيبي. خلاص احنا قربنا على العمارة. اطلعي انت معلش وانا الحق الصيدلية قبل ما تقفل عشان اجيب لك الدواء. طيب مش كنا نزلنا قدامها وعدينا عليها بالمرة بدل ما ترجع كل المشوار ده تاني؟ انت تعبانة وبتكحي والصيدلية بعيدة عن هنا، كده احسن. المفروض كنت اطلب اوبر اصلا بدل الميكروباص اللي ركبناه. مش مستاهلة يا ايمن. ماله الميكروباص يعني؟ ما هو زي الفل، ووصلنا اول الشارع وتمشينا شوية حلوين. طب اطلعي انت، ادينا وصلنا العمارة وانا مش هتأخر ان شاء الله. ماشي يا حبيبي. انا تعبانة قوي وخايفة الهوا اللي خدته في وشي وانا في الميكروباص يزود التعب. والبنت الله يسامحها كل ما اقول لها ردي الشباك تقولي النفس والكتمة يا مدام. ده انا حشت عنها ايمن بالعافية، مستفزة دي. شيرين ازيك؟ ايه ده؟ انتي بتكلمي نفسك ولا ايه؟ جنة حبيبتي عاملة ايه؟ وحشاني قوي يا بنتي، فينك؟ في الدنيا والله. ازيك انتي وازاي الاستاذ محمد؟ محمد كويس. المهم انتي مال وشك مخطوف كده ليه وشكلك باين عليه التعب؟ والله يا جنة لسه جاية من عند الدكتور انا وايمن، بقالي يومين بكح جامد ومش عارفة ايه اللي جرالي. سلامتك، الف سلامة يا حبيبتي. طيب تعالي ادخلي ارتاحي شوية من السلم واحطلك طبق شوربة فراخ بلدي كنت عاملاها النهاردة. معلش يا جنة، هطلع ارتاح واجهز لقمة لايمن على ما يرجع من الصيدلية راح يجيب الدواء ده، يعني ما كلش من امبارح من قلقه عليا. طيب ينور هو كمان، انا عاملة اكل حلو قوي هيعجبكم. ولا مش عايزين تاكلوا حاجة عندنا؟ ولا يكونش اكلي مش حلو مثلا؟ بيت كرم يا جنة طبعا، هو اكلك لا يعلى عليه، ما انا مجربة كتير. ده انتي احسن واحدة شفتها بتعمل اكل، نفسك لا يعلى عليه. بس معلش خليها وقت تاني. استني طيب ارد الباب واطلع معاكي اوصلك واسندك لغاية باب شقتك. بلاش عشان خاطري، لا الاستاذ محمد يتضايق. محمد؟ هو فين محمد؟ ده في الشغل اصلا مطبق من امبارح، واغلب شغله بقى شيفت نايت، ويا دوب يريح ساعتين وينزل لشغله التاني، واليوم كله بقى بره البيت. ربنا يعينه يا رب. يلا اسندي عليا يا شيرين وعلى مهلك خالص. ربنا يخليكي ليا يا جنة. شيرين. ايوه يا ايمن. معلش بصحيكي بقى، بس طمنيني عليكي، وده ميعاد الدواء كمان. طمنيني عاملة ايه دلوقتي؟ والله بقيت احسن كتير يا ايمن. طب افضل جنبك ولا انزل الشغل النهاردة؟ لا انزل شغلك طبعا، وما تشغلش نفسك بيه. انا اتحسنت، وكمان بقالك كام يوم ما بتروحش شغلك، اخاف يخصمولك ولا لا قدر الله يحصل حاجة. طز في الشغل وفي اي حاجة، المهم عندي انت يا حبيبتي. انا كويسة والله، وكمان جنة ربنا يبارك لها كل شوية بتسأل عليا من وقت ما عرفت بتعبي، ولو احتجت حاجة هكلمها. اشكريها بقى بالنيابة عني، وانا لو شفت محمد جوزها هشكره، مع ان انا بقالي مدة كبيرة قوي مش بشوفه. يوه، دي جنة متضايقة قوي، شكله مطحون في شغله ومتقلين عليه قوي. ربنا يعينه ويعين الناس كلها، الحياة بقت صعبة قوي. يا رب. عايزة مني حاجة طيب؟ لا بالسلامة انت يا ايمن. الله يسلمك يا رب. ازيك يا باشمهندس محمد؟ بخير يا أيمن الحمد لله. قول لي مراتك عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة الحمد لله، اتحسنت كتير. شكرا ليك على السؤال، واشكر مدام جنة على اهتمامها بالسؤال على شيرين. مفيش بينا شكر يا غالي، ده احنا جيران بقالنا سنين، ودي أقل حاجة يعني. ربنا يكرمكم ويفرحكم بصهيب. عن إذنك، يا دوب أروح أريح كام ساعة على ميعاد شغل التاني، تأمرني بحاجة؟ تسلم يا حبيبي، ربنا يعينك. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟
جنة، وطي الهباب ده، مش عارفه انام. انت عارفه هما كام ساعه ونازل الشغل التاني؟ سوري يا محمد، بس الفيديوهات اللي نازله على السوشيال ميديا بجد غريبه قوي. يا دي النيله على الفيديوهات وسنينها، البلد كلها بقت تنزل فيديوهات. هو بجد يا محمد الناس بتاخد فلوس من الفيديوهات دي ولا تكونش اشاعه؟ وانا ايش عرفني؟ انا يا دوب قادر اركز في الهم اللي انا فيه. بس اكيد يعني، واكيد كل ما زادت المشاهدات كل ما زادت الفلوس. بس انا مش فاضي اركز في الامور دي. انت عارفه طالع تيت اهلي في الشغلانتين. طيب نام انت يا حبيبي وارتاح، وانا اللي لازم ادور وافهم في القصه دي ماشيه ازاي. طيب لما اصحى هلاقي لقمه كلها، ولا حضرتك هتسيبي اللي وراكي وتقعدي تحضري لي ماجستير في السوشيال ميديا؟ يا محمد، انا زهقت بقى وتعبت من موال الطبخ ده كل يوم، والجو بصراحه حر نار في المطبخ. معلش، كل الفاصوليا اللي باقيه من الغدا بتاع امبارح. لا عادي، ما تشغليش بالك، مش مهم اكل النهارده من اساسه. جنة، يا جنة، هي ما بتردش ليه؟ وايه ريحة الملوخية دي؟ لما اقوم اشوف ايه اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ محمد، وطبختي يعني؟ مش قلتي عندك الفاصوليا بتاعت امبارح؟ ما هو انتش عليا يا حبيبي وانت شقيان كده، قمت عملتلك ملوخية وفراخ محمرة. حبيبتي طباخة ماهرة. تعرف نفسي اعمل ايه؟ خير؟ استغل عبقريتي في الطبخ واعمل فيديوهات على اليوتيوب بوصفاتي السحرية. السحرية؟ عندك اعتراض؟ لا طبعا، حبيبتي طباخة ماهرة، انما ما قلتليش برضو قلع هدومك ليه كده؟ الجو حر نار وما بقتش اتحمل الحرارة والصهد، وعادي يعني اقلع براحتي، هو في حد غريب؟ تسلم ايدك يا قمر، وربنا يتوب علينا بقى من الهم والشغل ده. روح اغسل وشك على ما اجهز الاكل عشان تلحق شغلك التاني. هو ايه اللي بيحصل عند محمد وجنة؟ باب الشقة مفتوح وعمال طالعين نازلين من امبارح، ورمل في الشارع واسمنت. هشوف في ايه؟ صهيب، يا صهيب. ايوه يا عم ايمن. ايه خير؟ في حاجة عندكم يا حبيبي؟ بابا وماما بيجددوا الشقة وبيغيروا السيراميك. بيجددوا؟ طب لو احتجتوا اي حاجة قول لبابا يكلمني، انا فوق. ايمن ازيك؟ شيرين عاملة ايه؟ بخير الحمد لله يا جنة، بتسلم عليكي. انا عرفت من صهيب انكم بتوضبوا في الشقة. بصراحة الشقة ما توضبتش من وقت جوازنا انا ومحمد، وكمان بقى السيراميك قديم قوي ومش حلو، فقلنا نعمل شوية تجديدات كده. ربنا معاكم، لو محتاجيني في اي حاجة انا تحت امركم. انا عارف العمال مقرفين قد ايه وطلباتهم ما بتخلص. تسلم يا رب، شايلينك لوقت عوزة. ما تقلقش، العمال كلهم يعرفوا محمد وكلهم شغالين معاه في الموقع اللي ماسكه. طيب تمام، ربنا يتمم لكم على خير. عن اذنك. اتفضل وسلم لي على شيرين. يوصل، حاضر. الحمد لله على السلامة يا أيمن. الله يسلمك يا شيرين. معلش، على ما تغير وترتاح أكون خلصت الغدا. ولا يهمك، على مهلك. بقولك صحيح، قولي. شفت اللي بيحصل عند الجيران تحت؟ تقصد جنة ومحمد؟ دي الشقة كلها عمال وتكسير وكأنهم بيهدوها ويبنوها من الأول. أنا شايفهم من بالليل بس ما حطيتش في دماغي ونسيت أسألك. دي المدة اللي كنا قاعدينها عند بابا، حصلت تطورات كتيرة. عرفت لما جيت النهاردة الصبح من جنة. تقصدي التوضيب اللي بيعمله محمد وكده؟ مش بس كده. هو في حاجة تاني؟ أيوة. خير؟ تخيل إن محمد استقال من شغله. استقال؟ وساب كمان الشغلانة التانية اللي كان شغالها. ايه الجنان ده؟ انت بتهزري صح؟ لسه التقيل جاي ورا. ايه تاني؟ محمد قرر يشتغل يوتيوبر هو وجنة. يوتيوبر؟ والله يا أيمن، دول عملوا بيج على الفيسبوك وقناة على اليوتيوب، وعملوا عليها تمويل بفلوس عشان تحقق شروط الربح، والتوضيب ده كله أصلا عشان الفيديوهات اللي هينزلوها على السوشيال ميديا وهتتصور في شقته. والله أنا مش مصدق اللي بتقوليه ده. أنا داخل أغير أحسن على ما الأكل يخلص.
وبعدين بقى نبقى نشوف الجنان اللي حصل للجيران ده، عن إذنك. اتفضل يا قلبي. يوتيوبر واستقال من الشغل؟ ايه ده؟ بابا عايز ايه يا صهيب؟ عايز 500 جنيه ليه ان شاء الله؟ عشان في رحلة الأسبوع الجاي في المدرسة وعايز أطلعها مع زمايلي. 500 ايه وزفت ايه؟ امشي من قدامي دلوقتي، انا مش ناقص. بس يا بابا أنا قلت لزمايلي إني هطلعها معاهم. هتمشي ولا اقوم امد ايدي عليك؟ ما بالراحة يا محمد على الواد، مش كده. انتي تسكتي خالص، محدش غرقني غيرك وحطني في الموقف ده. صهيب يا حبيبي، معلش يا حبيبي، روح اوضتك دلوقتي. طيب والرحلة؟ روح اوضتك بس دلوقتي وانا هجيلك كمان شوية. حاضر يا ماما. انت ازاي تكلمني كده قدام الولد؟ عايزاني اكلمك ازاي وانت السبب في الحوسه السوداء اللي وقعنا فيها دي؟ وانا عملت ايه يعني؟ انا طوعتك وبعت القيراطين اللي حلتنا في البلد، وسبت شغلي وضيعنا اغلب الفلوس في تجديد البيت وشراء الكاميرات وتمويل الصفحات واليوتيوب. وبعد كل الفيديوهات اللي صورناها ونزلت على اليوتيوب والفيسبوك ما جابتش عشر المبلغ اللي صرفناه. عشر ايه؟ دي ما جابتش حاجه خالص. طيب اهدى بس كده ونفكر في حل، بدل ما انا وانت عمالين نزعق لبعض. اهدى ايه وزفت ايه؟ احنا صورنا فيديوهات وانا بتكلم عن الهندسه وفشلت، وفيديوهاتك عن الطبخ وما جابتش همها، وانت عملتي بصوتك فيديوهات عن الرسم وعرضتي لوحاتك وبرضه فشلت وما جابتش اي تفاعل. طيب ايه رأيك نجرب حاجة جديدة واكيد هتنجح؟ كل اللي جربناه وفشل، يبقى ممكن ننجح في حاجه اصلا؟ فكر بس معايا، ما في ملايين الفيديوهات اللي مكسرة الدنيا اهو وجايبة ملايين المشاهدات. فيديوهات ايه؟ دي كلها فيديوهات شمال. ولا شمال ولا حاجة، ما كل الناس بقت تعمل كده وبقى دلوقتي عادي يعني. تقصدي ايه؟ اقصد يعني نجرب. انت عبيطه ولا مجنونه؟ عايزانا نعمل فيديوهات شمال؟ مش بالظبط يعني يا محمد، بس نطور شوية من المحتوى بتاعنا، وبدل ما بصوتي بس اللي يطلع فممكن اظهر انا عادي في الفيديوهات، مش هيجرى حاجة. نبراوي، انت يا زفتي يا نبراوي. تحت امرك يا مدام. ايه اخر الاخبار؟ نفذت اللي طلبته منك؟ طبعا يا مدام، نفذته بالحرف الواحد. معانا كام قناه الاسبوع ده؟ 11 يا مدام. وضعهم ايه بقى؟ انت عارف انا ما كنتش فاضيه اتابع وانا بره البلد. ما تقلقيش، كله اتنفذ زي ما طلبتي بالظبط. احكي. اشتغلنا عليهم شغل عالي، ويا عيني عليهم بقوا في العلالي. بطل نبر يا نبراوي على الناس وبعتهم لي ابص عليهم حالا يا مدام، تأمريني. استهدى بالله يا أيمن وربنا يحلها من عنده. بقالي اسبوعين سايب الشغل من وقت ما مشوني، خلاص ما بقاش معانا فلوس، وادينا قاعدين عند ماما بتأكلنا وبتشربنا وفاكراني واخد اجازة مش مفصول ظلم من الشغل. إن شاء الله تلاقي شغل أحسن يا حبيبي، وأنا كمان هبعت السي في بتاعي لكذا حد وإن شاء الله خير. خير منين بس يا شيرين، والدنيا مقفلة في وشنا، وللأسف سالكة مع الناس اللي ماشيين في سكك شمال. تقصد مين؟ انت عارفة اقصد مين. بص كده، ولو اني ما كنتش حابب اوريكي اخر فيديو ده بالذات. النهارده بقى يا حبايبي هوريكم الاكل الشعبي الجميل بتاعنا يتعمل ازاي. ايه ده؟ هنعمل صدور الفراخ بطريقتي الخاصه. ايه اللي بيحصل ده؟ جنة. محمد وجنة اللي خربينها فيديوهات على السوشيال ميديا. للأسف جنة نزلت من نظري بعد القرف اللي بقت تعمله ده. ما كنتش أتخيل أبدا إن جنة تظهر بهدوم مكشوفة كده وجسمها باين عشان تلم فلوس من السوشيال ميديا. خلاص يا أيمن لو سمحت سيبك من السيرة دي وارتاح شوية، وأنا هطلع أقعد مع مامتك حبة. ماشي. شيرين بقولك ايه؟ نعم يا أيمن. اقطعي علاقتك خالص بالست دي، ولما نرجع شقتنا مش عايزك تقولي لها حتى صباح الخير، سامعة؟ اطمن، هي تقريبا قطعت العلاقة خلاص. ازاي؟ اتصلت بيها الأسبوع اللي فات وزعقت معاها من خوفي عليها، لأني ما كنتش حابة أشوفها بالشكل ده، وكان ردها قاسي جدا وطلبت مني ما اتدخلش في حياتها والأحسن أقطع علاقتي بيها، وقالت إنهم اشتروا شقة كبيرة قوي في التجمع وهينقلوا قريب ويسيبوا العمارة. شقة في التجمع كمان؟
كل ده من الفيديوهات؟ حلوين قوي جنة ومحمد يا واد يا نبراوي. اساس يا مدام، كله بفضلك انت عليهم، لولاكي كان زمانهم محلك سر ولسه شحاتين وواقفين مكانهم. لا يا غبي، هما لو ما كانوش فكروا صح ما كناش اشتغلنا عليهم وعليناهم وكسبناهم كمان الدولارات اللي بياخدوها دلوقتي. ولاد المحظوظة. نبراوي، ما قلنا نبطل نبر. معلش يا مدام، هو انا ممكن اسأل سؤال؟ لا مش ممكن، وغور يلا شوف شغل. بقولك انا عايزة تفاعلات اكتر على قنوات جنة ومحمد، سامعني؟ عايزاهم يكسبوا اكتر واكتر عشان يصوروا اكتر واكتر. امرك يا مدام. وشدوا حيلكم شوية، عايزة قنوات جديدة وناس جديدة نشتغل عليها. علم وينفذ يا مدام. يا مساء اللوز على الناس اللوز. النهارده جنة هتعمل لكم مندي باللحمة، معانا نص خروف ورز بسمتي، جايبينهم كلهم من سوبر ماركت ممتاز، انصحكم تجربوه وتشتروا منه. هتلاقوا اسمه كل تفاصيله في اول كومنت. مندي اللحمة على أصله بالطريقة اليمنية. تابعونا وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير كمان للفيديو علشان كل اللي بيحب اللحم المندي يشوف طريقتها مع جنة ومحمد. وبعدين ايه الحل في الورطة دي؟ افضل كده قاعد من غير شغل وامي تصرف عليا ومش عارفة تجيب طلبات شيرين، وبقى شكلي زي الزفت، وامي ساكتة ومتحملة وهي ظروفها على قدها. ده غير الفلوس اللي مستلفها من فتحي وبقالي شهرين بعتذر له عن التأخير في السداد. أيمن خير يا شيرين؟ أنا لقيت شغل. شغل ايه ده؟ هشتغل في مركز سبا ومساج. وانت ايه فهمك في المجال ده من اصله؟ انت إدارة اعمال، ايه علاقتك بالمساج والكلام ده؟ لا انت كده فهمت غلط، انا ماليش دعوه بالمساج وكده. انا هشتغل في الريسبشن بتاع المركز، يعني ترتيب المواعيد واستقبال الزباين مش اكتر. وافق عشان خاطري، هتزق شويه لغايه ما ربنا يكرمك وتلاقي شغل. ومعلش في طلب تاني. خير؟ نرجع شقتنا بقى، احنا تقلنا كتير على مامتك واخواتك، كفايه كده. زي ما تحب يا شيرين، انا داخل انام شويه واخر النهار ناخد حاجتنا ونرجع شقتنا. ايه البوست ده؟ انا بشوفه بيتكرر كتير. في حد لسه مشتركش على تطبيق تيك توك يبعت لي اقول له يشترك ازاي وياخد $20؟ طالما انا قاعد فاضي كده هخش اجرب، ولو نصب وطلب مني فلوس مثلا اعمل له بلوك وخلاص، عادي يعني. بعتله اهو. يا دي النيلة على جنة وفيديوهات جنة اللي مغرقة الدنيا. مساء الخير يا أيمن. مساء النور يا شيرين، راجعة بدري يعني؟ لا أبدا، عادي. شيرين مالك بتعيطي كده ليه؟ حصل ايه؟ احكيلي. مفيش حاجة يا أيمن، مفيش. هو ايه اللي مفيش؟ انت معيطة وراجعة من شغلك بدري، حصل ايه؟ خلاص مش قادرة أتحمل وأسكت. مش فاهم. من أول يوم اشتغلت في مركز المساج ده وأنا بلاحظ حاجات غريبة قوي ومش فاهمة ايه اللي بيحصل بالظبط، والنهاردة بس فهمت كل حاجة. ايه اللي بيحصل وحاجات ايه دي؟ ده ما طلعش سبا ومركز مساج يا أيمن، ده طلع حاجات تانية خالص. تقصدي؟ أيوة. انت مش مفهماني انها سيدات فقط والمكان سمعته كويسة، واحنا شفنا الكومنتات على البيج بتاعتهم وما لاحظناش اي حاجة غلط. ما دي المصيبة، صفحة الفيسبوك بتتقفل كل فترة لو حد ابتدى يكتب أو يفضح الأفعال اللي بتتم، وبيعملوا صفحات غيرها وبتنتشر بسرعة. المركز في الظاهر مساج وسبا، وفي المستخبي أعمال منافية للآداب. يا ولاد الكلب. بتتم جوه وكمان بتتم في بيوت الزبائن بالاتفاق. هو أنا من الأول كنت حاسة بحاجة مريبة، والمدام صاحبة المركز كانت مكلفاني باستقبال الزبائن ومحاسبتهم بس، وكان ممنوع أدخل جوه عند أوضة المساج والساونا أو أسأل في أي حاجة ما تخصنيش. ومال عرفت إزاي كل المعلومات دي؟ واحدة من الزبائن بتيجي بقالها فترة وتعرفت عليا، وهي كانت لطيفة قوي في معاملتها معايا، وكانت بتدفع أكتر من الحساب بكتير وتقولي الفلوس دي ليكي لأني حبيتك من أول ما شفتك. وكانت طبعا صاحبة المكان بتاخد كل الفلوس، ما تدينيش حاجة،
وتقولي لي ليكي عندنا مرتبك وبس. ها وبعدين؟ النهاردة الست دي جت المكان ودخلت خلصت المساج وخرجت على طول، ما طولتش زي كل مرة، ولقيتها مدياني الكارت بتاعها وطلبت مني أزورها في الفيلا بتاعتها. استغربت قوي وما فهمتش السبب. وكان ردها ايه؟ قالت عايزاكي تعملي لي مساج برايفت. فأنا قلت لها أنا ما أعرفش أعمل مساج، أنا ريسبشنست بس. قالت هي شغلانة يعني، انتي هتعملي زي زميلاتك. قلت لها أسفة يا مدام، مش تخصصي. قالت ما تبقيش غبية، انتي هتيجي الفيلا ساعة زمن وتاخدي اللي انتي عايزاه. باين اهو هي عايزة ايه. في اللحظة دي بس ابتديت أترجم قصدها، وهي ما ادتنيش فرصة وشرحت لي بالظبط قصدها. ولما زعقت لها قالت انتي مش عارفة يعني نشاط المكان اللي شغالة فيه، انتي هتستعبطي. وعملت مشكلة كبيرة وادعت اني كنت عايزة اسرقها، وصاحبة المكان خدت صفها وهددتني بالحبس وان البنات هيشهدوا عليا، وادتني بقيت حسابي وطردتني. الناس دي اكيد واصلة، والمدام قالت لي هحبسك وهيشهدوا ضدي. مش بعيد يلفقوا لي اي تهمة. انا نازل اشم هوا عشان خلاص هتخنق. ايمن استنى، رايح فين؟ ايمن. أستاذ أيمن، ياه إيه النور ده؟ مختفي يعني من زمان، مبقتش تيجي. تمام يا سالم، تمام. مفتقدينك والله يا راجل. معلش شوية مشغوليات كده. تحب تشرب إيه؟ هات قهوة مظبوط وكوباية مية ساقعة. حالا يا أستاذ أيمن. قهوة مظبوط للأستاذ أيمن هنا. خليهم 2 مظبوط يا سالم. الباشمهندس بتاعنا وصل كمان، باشمهندس محمد. إيه الأخبار؟ الحبايب كلهم متجمعين النهاردة أهو. سالم روح هات القهوة وبطل هري كتير. مظبوط طبعا، حالا. خليهم يا ابني 2 مظبوط هنا. وصاية يا سالم هات كمان حجر سلوم. شيشة مظبوط للباشمهندس محمد يا ابني هنا. ازيك يا ايمن؟ اهلا. مش هتقولي اتفضل اقعد معايا؟ ما انت اتفضلت اهو من غير ما اقولك. ياه بقالي كتير ما شفتكش ولا جيت القهوة هنا. انا عارف ان مشغولياتك بقت كتيرة يا باشمهندس. شفت عربيتي الجديدة؟ مبروك عليك يا سيدي. الله يبارك فيك. وقريب هستلم الشاليه بتاعي في الساحل. يا دي النيلة، انا هربان من البيت وقرف واجي الاقي القرف هنا. طب اهدى بس، انت ما تعرفش انا مبسوط ازاي اني شفتك. انا من وقت ما رحت التجمع ومش لاقي حد اتكلم معاه واحس انه على طبيعته كده زيك. ها وبعدين؟ ولا قابلين يا سيدي، انا هشرب قهوتي وامشي. يبقى احسن. ماشي يا سيدي، بس صدقني مخزون الشعرات اللي جواك ده لا هياكلك اكله حلوه ولا هيركبك عربيه احدث موديل ولا هيسدد ديونك. القهوة يا حضرات. ماشي يا سيدي، بس صدقني مخزون الشعرات اللي جواك ده لا هياكلك اكله حلوه ولا هيركبك عربيه احدث موديل ولا هيسدد ديونك. وهتعمل ايه يا ايمن في الفلوس اللي انت مستلفها ما بتسددهاش؟ بابا وماما بيجددوا الشقة وبيغيروا السيراميك. بصراحة الشقة ما توضبتش من وقت جوازنا أنا ومحمد، وكمان بقى السيراميك قديم قوي ومش حلو، فقلنا نعمل شوية تجديدات كده. مخزون الشعرات اللي جواك ده لا هياكلك اكله حلوه ولا هيركبك عربيه احدث موديل ولا هيسدد ديونك حتى. ايه يا عم انت كنت اخبطك حد يمشي كده في نص الشارع في طريق سريع؟ ايه في ايه؟ انت شارب حاجه؟ مالك يابا في ايه؟ انا اسف معلش، اصلي تعبان شويه. التعبان يمشي على الرصيف مش في نص الشارع. ربنا يرحمنا من البلاوي اللي بتتحدف علينا دي. يا ساتر يا رب، الراجل وقع اغمى عليه. يا استاذ يا استاذ انتوا بتتفرجوا على ايه؟ حد يساعدنا ندخله العربيه واديه المستشفى ولا نشوف حكايته ايه بالظبط؟ ايديكم معايا. اوكي دونت وري، باي باي. مساء الخير يا مدام، حضرتك طلباني؟ خد يا نبراوي. كام دول يا مدام؟ 200,000. تمام يا مدام. عايزة وجوه جديدة، ها؟
بقالك مدة كل الأشكال اللي بتجيبها مش مشجعة خالص على الشغل. ازاي بس يا مدام، انا عندي دايما الجديد. وريني اللي عندك. اتفضلي شوفي كده. حبايبي وفانزاتي الحلوين، زي ما وعدتكم المحتوى بتاعنا هيبقى مختلف وفيه كل جديد. أنا وأيمن هنوريكم كل الشواطئ والبلاجات وجمال وسحر الطبيعة في كل شواطئ مصر. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل، ودعمونا عشان نستمر. حلوة الفكرة يا نبراوي، والبت إمكانياتها عالية قوي. قوي قوي يا مدام. منزلين 5 فيديوهات لغاية دلوقتي، والتفاعل عندهم ضعيف لسه. بس الفيديوهات تستاهل، مش كده يا نبراوي؟ نبراوي اللي تشوفيه يا مدام. طيب اركن بقى كل القنوات التانية اللي احنا شغالين عليها، وعايزاك انت واللي معاك تشتغلوا على القناة دي، ها؟ وعايزاها بقى تولع الدنيا في أقرب وقت، سامعني؟ في أقرب وقت. عينيا يا مدام، مش قلتلك عندي دايما الجديد؟ طب يلا روح نفذ المطلوب من غير رغي كتير. ممكن أسأل سؤال بس يا مدام؟ وبعدين معاك، اسأل يا سيدي أما نشوف آخرتها. واحنا بنستفاد ايه من كل اللي بنعمله ده؟ قنوات يوتيوب وتيك توك ما نعرفش اصحابها، وبنعمل لهم تفاعلات وكومنتات وشير، بيشتهروا ويكسبوا كتير، وبتوصل قنواتهم للناس ويكسبوا اكتر واكتر، واحنا اللي بنخسر فلوس، وهم حتى ما يعرفوش ان احنا سبب شهرتهم دي. عارف يا نبراوي، لو اتدخلت بعد كده في حاجة ما تخصكش او حشرت مناخيرك فيها، هعمل فيك ايه؟ خلاص يا مدام، انا اسف. خد بالك، انا بنبه مرة واحدة بس، سامعني؟ خليك دايما فاكر الكلام ده. قوم نفذ يلا اللي طلبته منك. حاضر يا مدام، حاضر. شيرين بص كده، الاسبوع ده الاشتراكات في القناة زادت 10 اضعاف، واللايكات والمشاهدات كمان. طبعا، ما الشغل اللي انا عاملاه، قصدي اللي احنا عاملينه، شغل عالي يا ايمن، ما تزيدش ليه يعني؟ هروح بكرة الصبح اصرف جزء من الارباح، وارتب جدول الفترة اللي جاية في الشواطئ اللي هنطلعها. وفي حاجة كمان. حاجة ايه؟ نزود شوية الفيديوهات، يعني بدل ما بننزل فيديو واحد كل اسبوع ممكن نخليهم 2 أو 3، وهو كله لمصلحتنا. موافقة طبعا. ستوب. جنة عملت ستوب ليه يا محمد؟ انت اللي فيه ايه؟ بقالك فترة كده مش مركزة، والفيديوهات الأخيرة زفت، وبقيتي تسرحي مني، وبيطلع عين أهلي في المونتاج عشان أظبط الدنيا. بتفكري في ايه؟ شيرين. مين شيرين؟ جارتنا القديمة مرات أيمن، انت نسيتهم يعني؟ شيرين ومحمد ايه دلوقتي؟ أنا بكلمك في شغلنا وانت بتفكري لي في شيرين. البت وجوزها اللي مكانش عاجبهم شغلي طلعوا مش سهلين خالص، وفيديوهاتهم بقت أشهر مننا كمان. أولا ما اسموش شغلك، ده شغلنا. ثانيا بقى احنا لسه قناتنا مولعة الدنيا، ومحدش يقدر ينافسنا. انت شكلك مش عايش في الدنيا يا باشمهندس. بقولك ايه يا جنة، ركزي في الشغل وما تشغليش بالك بحد. احنا لينا الفانز بتوعنا اللي متابعيننا من اول ما اشتغلنا، وكمان بيزيدوا كل يوم زيادة حلوة، فاهمة؟ استنونا في الحلقة الجاية، هنروح واحد من أجمل شواطئ مصر. ما تنسوش، اللي عاجبه المايو النهاردة ينزل أول كومنت، هيلاقي المكان اللي بنتعامل معاه، وفي أجمل مايوهات حريمي ورجالي، وأسعار هتعجبكم قوي. ما تنسوش في آخر الفيديو تدعمونا بلايك وشير وكومنت رايق كده. يلا باي. البت صاروخ أرض جو يا مدام. طب يلا روح نفذ المطلوب من غير رغي كتير. كله تمام زي ما طلبتي بالظبط. اللي بالحق، وحضرتك ليه شايله موبايل قديم ومش بتستعملي موبايل حديث زينا؟ نبراوي. خلاص يا مدام، انا اسف. مش ملاحظ حاجة يا أيمن؟ حاجة ايه يا شيري؟ الكومنتات كلها شبه بعض ومتكررة. دول التراس ايمن وشيري. لا حقيقي، حاجة غريبة شوية، والأغرب إن طلباتهم كلها يعني مريبة. طبيعي يعني، ناس بتشوف 2 طالعين بمايوهات كل حلقة وده محتواهم، فعادي لو كتبوا أي حاجة. كبري ما تشغليش بالك.
قصدك ايه يعني؟ لا قصدي ولا ما قصديش، خلينا نركز في شغلنا احسن. بقولك ايه، انا بفكر نطور شويه. ازاي؟ احنا داخلين على سنه اهو، بقينا من اشهر التيك توكر على السوشيال ميديا كلها. ليه ما نطلعش نصور بره مصر، في شواطئ فرنسا واسبانيا وكمان المالديف وامريكا واندونيسيا؟ واو، يا ريت. انا طول عمري نفسي اروح المالديف قوي. يا سلام، يلا بينا. سهيب، يا سهيب. ايه يا ماما؟ انت لسه نايم لحد دلوقتي؟ ايوه يا ماما، انت عايزه ايه؟ هو ايه اللي عايزه ايه؟ قوم روح مدرستك، انت بقالك يومين ما روحتش وعامل عيان وبتكدب، في ايه مالك؟ مش رايح المدرسه تاني. ليه بقى ان شاء الله؟ بصراحه بقى يا ماما، العيال بيشتموني ويعايروني. ليه بقى ان شاء الله؟ علشان ايه؟ انطق. عشان انت عملت مصيبه في المدرسه اكيد. عشان عرفوا انك امي. انت بتقول ايه؟ وايه يعني لما يعرفوا ان انا امك؟ ما هم شايفوا الفيديوهات اللي انتي بتعمليها يا ماما. قطع لسانهم كلهم. انا مش عايزه اروح المدرسه دي تاني، بليز. اخبار قناه جنه ومحمد ايه يا نبراوي؟ شغالين بلاغات عليها زي ما حضرتك طلبت يا مدام، والريتش بتاع القناه بقى في الارض، والاشتراكات بتقل كل يوم. فل عليك. خد بقى المبلغ ده خليه معاك، ماشي؟ وعايزاك تكمل دعم لقناه شيرين وايمن، واول الشهر الجاي توقف وتستنى التعليمات الجديده، وما تتصرفش من دماغك يا نبراوي، ماشي؟ على ما اكون رجعت من بره. حاضر يا مدام. شفتي اخر تفكيرك في غيرك وسرحانك في الشغل؟ القناه بتقع والتفاعل بقى زي النيله. انا ما قصرتش في حاجه يا محمد، ومش عارفه ليه الدنيا وقعت كده مره واحده. لا اتنيلتي وقصرتي، مره تقولي لي شيرين ومره سهيب ومره الجيران، وهو النتيجه هنرجع للفقر تاني. ايه في ايه؟ ما تهدى على نفسك شويه يا حبيبي. انا اللي عملت كل ده، وبسببي بقى معاك فلوس وكمان سكنت في فيلا. ما تتحمقش عليا قوي كده. انتي قصدك ايه؟ قصدي انك انت فاكر نفسك ليك لازمه وقاعد تتنطط عليا وتبهدلني وانا ساكته وما بتكلمش، ونسيت ان لولايا ما كناش بقينا في العز ده كله. اخرسي خالص. انت اللي تخرس خالص. هتعمل عليا راجل وتضربني ولا ايه؟ انا راجل غصب عنك وعن اللي جابوكي. راجل بأمارة ايه بقى؟ هو اللي يصور مراته في فيديوهات دي يبقى راجل؟ هو اللي يسمع اللي يسوى واللي ما يسواش ينهش في عرضه يبقى كده راجل؟ وكل ده علشان الفلوس؟ بقولك ايه، طلقني يا محمد، انا مش عايزه اكمل معاك. دي اخرتها يا جنة؟ هي دي اخرتها. حرام عليك يا مدام. حرمة عليك عشتك. اوعدك مش عامل كده تاني. لا يا حبيبي، كان فيه وخلص خلاص. انا قلتلك قبل كده، اللي يغلط غلطة مع المدام ما يتنهاش، ولو تناها يستحمل اللي هيجراله. انت مش خدت فلوسك خلاص؟ خدتها طبعا، ولو كنت رحت اخر الدنيا كنت عرفت بدك اجيبك. بقى انت يا نبراوي تشغل دماغك عليا وتستغل سفري وتعمل كده؟ غور من هنا في 60,000 داهية. ولو لمحتك حتى كده من بعيد، سمعني من بعيد بس، انا بقى هنفذ تهديدي ودمرك. سمع يا نبراوي؟ حاضر، اللي تشوفيه يا مدام، انا ماشي. برضو مش عايز تاكل يا سهيب؟ النبي يا ماما سيبيني بقى. انا خدتك وسافرنا دبي ودخلتك احسن مدرسه، وبعدنا عن كل صحابك اللي كانوا بيضايقوك، وهنا محدش هيقدر يتكلم معاك ولا حد يقدر يزعلك. انا عايزه اروح يا ماما، ممكن؟ انا جبتك هنا مخصوص عند مطعم الشيف بوريك علشان تبقى مبسوط. مش انت بتحبه وكنت بتتفرج على فيديوهاته؟ وهوديك برج الخليفه كمان تتفسح، وهجيب لك كل اللي بتتمناه. وبرضه لسه زعلان؟ جنة، ازيك يا ام صهيب؟ شيرين؟ انتي ايه اللي جابك دبي؟ لا شيرين ايه بقى،
أنا دلوقتي الفنانة النجمة شيري، بس بجد صدفة حلوة إني أشوفك وأشوف صهيب. إزيك يا حبيبي؟ كويس. زعلت قوي إن انتي ومحمد سبتوا بعض يا جنة. ما بقتش فارقة، الحال من بعضه يا فنانة. تقصدي إيه؟ لا ما اقصدش حاجة. يلا بينا يا سهيب عشان اتأخرنا. لسه بدري، مش تستنوا أعرفكم على كاست المسلسل الجديد بتاعي؟ هما جايين دلوقتي. لا معلش، احنا مستعجلين، مرة تانية بقى. يلا يا سهيب. طب خدي الكارت بتاعي خليه معاكي، لو احتاجتي حاجة كلميني. باي صهيب. باي جنة. مين ده اللي بعت رسالة على الأزرز؟ أستاذ أيمن، أنا واحد أنت ما تعرفوش، بس أنا أعرفك كويس جدا، وأعرف مراتك شيرين اللي بقت دلوقتي الفنانة شيري. انتوا عمركم شفتوني في الحقيقة ولا أنا حتى شفتكم، بس أنا كنت واحد من الأسباب الرئيسية للي انتوا وصلتوله دلوقتي. أنا مش هينفع أقولك على أي حاجة تخصني، يمكن كلامي ده انت ما تصدقهوش كمان، بس هقولك باختصار وانت دور الكلام في راسك ورب تطلع منه بحاجة. انا شغال مع واحده ست اتعرفت عليها في مركز من مراكز المساج، لاني كنت بشتغل في المراكز دي عشان انا اصلا اخصائي علاج طبيعي. اتكررت زيارتها للمكان وجابت مره معاها بنت شابه كده طلبت تعمل مساج. وقعوني في الفخ، طلبوا مني اروح لهم البيت اعمل جلسه مساج للشابه دي. رحت هناك وضعفت وعملت علاقه مع البنت دي وما كنتش دريان بحاجه. بعد فتره صغيره لقيت مبعوت لي فيديو على موبايلي، كل اللي حصل بيني وبين البنت كان متصور، وهددوني بالفضيحة وانا كنت خايف على سمعة بناتي ومراتي. اضطريت ان انا اوافق على كل طلباتهم وسبت مركز المساج. اشتغلت مع المدام، كنت ايديها اليمين وبنفذ طلباتها بدون نقاش، بس ما كنتش فاهم بالظبط احنا بنعمل كده ليه. طلبت مني تكوين فريق من الناس اللي قاعدين على النت باستمرار ونستغل طمعهم، ونطلب منهم عمل حسابات كتير على التطبيقات المشهورة اللي فيها ملايين الفيديوهات. كل ده كان مقابل مبالغ تافهة. كنا بنستغل الاكونتات الكتير دي ونركز الدعم على قنوات معينة المدام هي اللي كانت بتحددها. كانت القنوات دي اغلبها بتقدم محتوى فاضح، لغاية ما كل قناة من دول تطرقع وتضرب في السما واصحابهم يشتهروا ويبقى معاهم فلوس كتير قوي. من ضمن الناس دول اللي المدام اختارت دعم قناتهم كان انت ومراتك شيرين. طبعا انت ممكن ما تصدقش كلامي، ممكن تقول بينك وبين نفسك انا ليه اصلا بعتلك الرسالة دي. هقولك، المدام طردتني من الشغل وهددتني بالفضيحة لو اتكلمت، وكل ده عشان كشفت ان حاولت مبلغ من الفلوس اللي كانت بتديها لي حسابي الخاص. انا خلاص بجهز اسافر برا مصر، بس على الاقل قبل ما اسافر حاولت اريح ضميري. ما تسالنيش عن اسمي او انا عن اي معلومات عني. اخر حاجه انا هديك عنوان المدام وانت حر بقى. اول ما تقرا رسالتي دي هكون قفلت الاكونت ده خالص. ربنا يسامحني، ويا ريت يا ريت انت كمان تسامحني. يا ولاد الكلب، انا مش مصدق اللي قريته ده. بس ليه حد يعمل كده في حد ما يعرفوش ويصرف كل الفلوس دي عشان يدمر حياته؟ في حد لسه ما اشتركش على تطبيق تيك توك؟ يبعت لي اقول له يشترك ازاي وياخد $20. ها؟ مين ده اللي جاي دلوقتي؟ مساء الخير يا ايمن. محمد؟ ايوه محمد. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. يزيد فضلك يا اخويا. قهوتك مظبوط صح؟ لا انا مش جاي اشرب يا ايمن، انا جاي لك في حاجه خطيره جدا وعايز اقول لك عليها. طبعا تحت امرك، انا سامعك. اول حاجه عايزك تسامحني. اسامحك على ايه؟ انا عارف ان انا وجنة السبب انك تفكر تعمل فيديوهات زينا، بس لازم نعترف ان كلنا غلطنا، مش انا وجنة بس. الغلطه اللي دمرت حياتنا، انا خسرت ابني ومراتي، وانت مراتك سابتك بعد ما اشتهرت وبقت ممثله مشهوره. انت جاي عشان تقولي الكلام ده يا محمد؟ لا يا ايمن، لا انا جاي اقول لك الاهم دلوقتي. خير؟ احنا لازم ننتقم من اللي دمر حياتنا. تقصد مين؟ من ساعتين كده جات لي رساله من اكاونت مجهول، والرساله دي اعتقد كشفت حاجات كتير مستخبيه. شوف كده يا ايمن. وريني كده يا محمد. الرساله دي جات لي انا كمان من نص ساعه تقريبا، وفيها نفس المضمون. انت بتتكلم بجد؟ خد شوف بنفسك. فعلا نفس مضمون الرساله بالظبط. يبقى لازم نروح للمكان المكتوب في الرساله وننتقم من المدام دي.
خايف يكون مصيبة وحد عايز يوقعنا فيها. خليك يا محمد، انا رايح لوحدي، انا خلاص مفيش حاجة باقي عليها. وصلنا يا أيمن. الدور السابع؟ أيوة مظبوط. هضرب الجرس اهو. مساء الخير يا مدام. مساء النور. مش المدام برضو؟ اي خدمة من حضراتكم، في حاجة؟ يعني مش عارفانا يا مدام؟ مش واخدة بالي. مش نبطل استعباط احسن؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ اوعوا انتوا، ايه ده؟ انتوا حرامية، اوعوا انتوا في ايه بالظبط؟ لا يا مدام، هو انت لحقتي تنسي اللي صرفتي على فيديوهاتهم آلاف الجنيهات؟ الحقوني الحقوني يا رجالة يا رجالة! يبعدوا عننا يا كلاب. امسكوا لي العيال دي بقى يا رجالة. اوعى يا كلب منك له. اهدى كده يا ابو صهيب، ما تجيبيش اسمه على لسانك الزفر. ماشي يا سيدي، انا هفوت لك دي كمان. شوف يا روحي منك ليه، انا مش هأذيكم وكمان هسيبكم تمشوا. شفت المدام حنينة قد ايه؟ يا ولاد الكلب، بس بحذركم، لو حد فيكم كده بس فكر يهوب هنا تاني، انا بقى هخلي رجالتي دول ينسفوه نسف. احنا مش ماشيين من هنا غير لما نعرف عملت كده ليه. مش انا اللي عملت يا قلبي، ده طمعكم هو اللي وصلكم لكده. ومع ذلك انا هقولك، الطمع بتاع كل واحد فيكم خلاه يضعف قدام فكرة الثراء السريع، وخلاه يصور مراته بالشكل ده. والحقيقة بقى انكم عجبتوني قوي وعجبتني افكاركم، فحبيت اساعدكم وانشر لكم قنواتكم والناس تتمتع بيها. ابقى غلطانة يعني؟ تقومي تصرفي كل الفلوس دي؟ انت اكيد مجنونة. مجنونة؟ لا يا غبي، انا صرفت فلوس كتير قوي قوي، وعندي لجان الكترونية كونتها تساعدكم، عشان كل ما تكسبوا اكتر فطبيعي تطوروا المحتوى اكتر وتعروا ستاتكم اكتر وتنتشر حاجات تانية افظع وابشع، والناس بقى العادية المكبوتة تدخل تتفرج. وطبعا اللي ما عندهوش وزع ديني وركن اخلاقه على جنب والفقر طحنه ممكن يعمل زيكم، وهو كده نكسب زبون جديد. وبالتدريج بقى سلوك الناس هتبدأ تتغير، واللي كان مستحيل حد يتخيله بقى بيشوفه عادي ومتكرر في النت وفي أي مكان تاني. وقت ما الناس توصل للمرحلة دي فطبيعي هيبقى من الصعب جدا إن حد يفكر لا في مستقبل ولا حتى في كرامة ولا نخوة ولا أي قضية مصيرية في بلده أو أي بلد تهمه، ولا هيكون لها أي اهتمام عنده أصلا. واللي تنازل عن عرضه صعب يفكر في أي حاجة تانية. امسكوا لي العيال دي بقى يا رجالة. يا حقيرة يا سفلة، ولا احترم نفسك. انت اصلا ليك عين تتكلم بعد ما صورت فيديوهات مراتك بالبيكيني على البحر وكل العالم شافتها وبحلقت فيها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ربنا ينتقم منك ومن اللي وراكي، ومصير تخطيطكم القذر يتكشف للدنيا كلها. ادينا عرفتكم الحقيقة، وده بس عشان انتوا حبايبي.
أنا هسيبكم بقى تمشي زي ما وعدتكم ومش هأذيكم، بس أنا كمان عايزاكم تنسوا خالص الكلام اللي سمعتوه ده، وتنسوا كمان إنكم شفتوني. ويا محمد، افتكر يا بابا إن عندك ولد جميل اسمه صهيب قاعد دلوقتي في دبي تحت عينينا، وانت يا أيمن أمك واختك العروسة اللي على وش جواز في البلد برضو غاليين علينا، ونخاف لا يحصل لهم حاجة لا قدر الله. عثرت أجهزة الأمن صباح اليوم على جثة رجل في أوائل العقد الرابع من العمر يدعى نبراوي عبد الحكيم الأحمدي، وزوجته فاطمة محمد الملكي وابنته شهد، مقتولين في محل إقامتهم في التجمع الخامس. ويرجع أن الجريمة وقعت بدافع السرقة حسب الفحص الأولي لموقع الحادث. سنوافيكم تباعاً بالتفاصيل الجديدة حال وصولها إلينا. أنا هتجنن يا محمد، الشرطة مش مصدقة كلامنا، ومفيش أي دليل في إيدينا، والرسائل بتاعتي الأكاونت المجهول اتحذفت، والشقة اللي كان فيها المدام طلعت متأجرة باسم شخص تاني خالص، ومفيش أي أثر للمدام، ولا حتى البواب قال أي معلومة تفيدنا. للأسف يا أيمن، طمعنا في الفلوس هو اللي وصلنا للي بقينا فيه. إحنا المجرمين الحقيقيين يا أيمن، إحنا المجرمين الحقيقيين. والآن مع أخبارنا الفنية. تستمر الفنانة شيري أمين في تصوير مشاهد أحدث أعمالها الفنية المنتظرة، والتي تم الاستقرار على عرضها في الموسم الرمضاني القادم، ولم يتم تحديد اسم المسلسل التلفزيوني بعد. وقد انضمت مؤخرا التيك توكر الشهيرة جنة السمنودي وابنها الطفل صهيب لطاقم عمل المسلسل. قدمنا لكم التمثيلية الإذاعية جنة مسمومة، بطولة محمود مبروك في دور أيمن، هدى أحمد في دور شيرين، منى البغدادي في دور جنة، عصام حسني في دور محمد، بالاشتراك مع النجوم منى البحيري في دور المدام، أحمد هشام في دور نبراوي، والطفل مهند محمد في دور صهيب، وحسين النشار في دور الأهوجي، طارق عاشور في دور السائق. تتر المقدمة والنهاية فيروز علي، تصميم الأفيش سيد جاد، مونتاج ومؤثرات صوتية أدهم الثقاف، تأليف محمد إسماعيل راغب، إخراج سارة محمد السيد، إنتاج إذاعتنا.